التسويق دلوقتي ما بقاش زي الأول، والمهارات اللي كانت مطلوبة السنة اللي فاتت حرفيًا اتغيّرت، لأن سلوك المستهلك نفسه اتغيّر، وبقى في منافسين كتير في السوق لكل شركة في كل مجال، فالشركات بقت تدوّر على مهارات تانية خالص، مهارات لو قدرت تكتسب واحدة منها وتطوّر نفسك فيها، الشركات مش بس هتجري وراك، لكن كمان هيكون عندها استعداد تدفع لك المبلغ اللي أنت عايزه. الكلام ده مش بس بشهادة الدراسات، لكن كمان من خلال أمثلة حية باشوفها كل يوم. معاكم شادي السيد، مستشار تسويق وبراندنج. اشتغلت مع شركات من مصر، السعودية، الإمارات، إنجلترا، أمريكا، سنغافورة وحتى أفريقيا. بدأت من الصفر زي ناس كتير، وفي القناة دي هدفي إن أجيب لك ناتج رحلتي وخبرتي وأساعدك تبني كارير ناجح. في الفيديو ده هشارك معاك 5 مهارات تسويقية هي المستقبل في عالم التسويق. نبدأ بأول مهارة. في زحمة الإعلانات والمحتوى اللي بنشوفه كل يوم، الحملة اللي بتعتمد على فكرة إبداعية قوية ومختلفة هي اللي بتنجح وتوصل للناس وتأثر فيهم. والشركات دلوقتي بقى يستثمروا في الفكرة الإعلانية أو التسويقية أكتر من أي شيء تاني، والسبب واضح، الناس بتفتكر البراندات بالإعلانات اللي بيعملوها. عشان كده أول مهارة هي مهارة الكرياتيف. الشخص الكرياتيف أو المبدع في التسويق بقى عملة نادرة، وعشان تبدأ في المجال ده لازم تكون الأول فاهم أساسيات بناء حملة إعلانية، إزاي بتتعمل وإيه مكونات الحملة الإعلانية. وطبعا لازم يكون عندك خيال واسع وتقدر تحول الخيال ده لفكرة مكتوبة ومتشافة. عشان كده لازم تطور مهارتك في الكتابة الإبداعية أو الكوبي رايتنج والتصور المرئي للإعلان، ودي على فكرة كانت بدايتي في مجال التسويق. وعشان تبدأ في المجال ده لازم تعرف إزاي تعمل تحليل للجمهور بتاعك، ازاي تفهمهم وازاي تلاقي الطريقة اللي تقنعهم بيها. لازم تتفرج على اعلانات محلية وعالمية وتفكر في سبب نجاح الحملات دي، هل السكريبت، الصور، المشاعر، الشخصيات اللي بيستخدموها. ولازم تبتدي تدرب نفسك على انك تيجي بافكار اعلانات لبراندات حواليك. وتقدر كمان تستعين بالاي اي تولز عشان تساعدك في البرين ستورمنج والتخيل بتاع الصور، زي تشات جي بي تي، كلود او ميدجر. ندخل على تاني مهارة. الشركات دلوقتي بقت تتعامل مع كمية داتا رهيبة واكتر من تول او اداة، من ايميل ماركتنج بلاتفورمز لكاستمر مانجمنت سيستم لنقاط بيع لكونتنت مانجمنت سيستم، ده غير الادوات بتاعه الريسيرش والسوشيال ميديا. وبقى مهم جدا دلوقتي ان يبقى في طريقه تخلي الادوات دي تتواصل مع بعض عشان تحسن تجربه العملاء وتأثر السكة وتوفر الجهد على الفريق اللي موجود في الشركة. عشان كده الاوتوميشن بقى واحد من اهم المهارات اللي مفيش شركة هتقدر تستغنى عنها. طيب ايه المهارات اللي هتحتاجها عشان تقدر تنجح في مجال الاوتوميشن؟ لازم طبعا تفهم الكاستمر جيرني، لازم تفهم رحلة العميل، ايه المراحل اللي بيمر بيها لما يتفاعل مع الويب سايت بتاعك مثلا، ايه الرسائل، الايميلات والتواصل اللي تقدر تعمله بشكل اوتوماتيك عشان يوفر على التيم وقت ويحافظ على العميل. لازم تفهم الايميل ماركتنج اوتوميشن، لازم تعرف الادوات اللي بتربط بين تول والتانية زي زابر وميك. ندخل على المهارة الثالثة. البراندات دلوقتي بقت بتعمل كمية محتوى لا محدودة، لكن للأسف مش كل المحتوى ده بيوصل للناس، وده لأن البراندات بينسوا أهم جزئية وهي ال SEO أو تحسين محركات البحث. وده ببساطة إنك بتساعد البراندات تظهر للجمهور اللي فعلا مهتم بالموضوع اللي بتتكلم عنه أو بيدور على موضوعات مرتبطة بيه. والمهارة دي مهمة جدا لأنها بتوفر على البراندات فلوس الإعلانات على المدى الطويل. والاس اي او ما بقاش بس مقتصر زي الأول على جوجل، لكن كمان منصات السوشيال ميديا بقت تعتمد عليه في توزيع المحتوى. وعشان تتعلم المهارة دي لازم تفهم ازاي تلاقي الكي ووردز او الكلمات المفتاحية، سواء على جوجل من تولز زي كي وورد بلانر المجانية او من خلال منصات السوشيال ميديا نفسها. لازم كمان تعرف ازاي تخلي الكلمة المفتاحية جزء من المحتوى، سواء كان محتوى مكتوب ولا متقال في فيديو. لازم تعرف ازاي تضيف الكلمات دي لعناوين المحتوى بتاعك. ولو على جوجل لازم تفهم ايه اللي بيساعد الالجوريزم انها تقرا المحتوى بتاعك وتعرف انه محل ثقة، وده اسمه تكنيكال اس اي او. في كمان تولز اونلاين هتساعدك تعرف وتحلل الموقع اللي شغال عليه عشان تعرف اداؤه ومشاكله واداء المنافسين زي سيمراش واي اتش ريفس. لازم تعرف كمان مفاهيم زي السيرش انتنت او ايه هي نية الشخص اللي بيعمل البحث، سواء كانت شرائية او تعليمية او استكشافية، لان كل نية من دول هتساعدك في صناعة المحتوى المناسب ليها. ندخل بقى على المهارة الرابعة. زي ما قلنا في الاول بقى في كمية منافسين كبيرة في كل مجال، والناس بقت بتدور على قصة قبل منتج. عشان كده مهارة إدارة وبناء البراند بقت أهم من أي حاجة تانية عشان تعمل ارتباط قوي بينك وبين العملاء وتميز المنتج في السوق. والوظائف اللي متعلقة بالبراند سواء براند مانجر أو هيد اوف براند بقت في الطالع يوم ورا التاني.
وعشان تبدأ في إدارة البراندات لازم تفهم إيه هي مكونات البراند استراتيجي، إزاي تحدد جوهر البراند من values mission purpose وvision. لازم تعرف إزاي تعمل ماركت ريسيرش وتفهم الجمهور والمنافسين. لازم تفهم إزاي تعمل براند ايدنتيتي. لازم تعرف ايه هي الحملات الاعلانيه اللي بتبني براند، وانا عامل فيديو كامل عن البراند هسيبهولك في الوصف. ندخل بقى على خامس واخر مهاره وهي صناعه المحتوى. الجمهور دلوقتي بقى يعرف الفرق بين المحتوى الاعلاني والمحتوى الحقيقي اللي الناس بتحس انه قريب منها. وطبعا الاعلانات المموله ما بقاش ليها نفس المصداقيه بتاعه المحتوى الاورجانيك. ده غير ان كميه المحتوى اللي موجوده بقت مهوله، وانتباه الناس بيقل يوم ورا التاني. عشان كده صناعه المحتوى خصوصا على السوشيال ميديا بقت واحده من اهم المهارات المطلوبه في مجال التسويق، واللي ليها مستقبل كبير. وعشان تبدا في المجال ده لازم تفهم ازاي تعمل فيديو، ازاي تمنتج فيديو، ازاي تجيب فكره فيديو وتصوره ولو حتى بالتليفون. محتاج تكون فاهم ازاي تكتب هوك، وازاي تكسب انتباه الناس. لازم تعرف ايه المحتوى المناسب لكل منصه على السوشيال ميديا. ودلوقتي الاي اي تولز بقت بتساعد بشكل كبير في الموضوع ده. ودول كانوا الخمس مهارات اللي لو ركزت على واحدة فيهم هتكون دايما سابق في المجال بتاعك. اكتب لي في التعليقات عايز تعرف اكتر عن اي مهارة وهعمل لها فيديو مخصوص. ويا ريت لو استفدت من الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم.